اتكلمنا قبل كده عن السيلابلز وفكرة ان كل كلمة في الانجليزي واي لغة بتتكون من مقاطع، وان عدد المقاطع في الكلمة بيساوي عدد الاصوات المتحركة فيها. في الانجليزي عندنا 5 حروف متحركة، لكن لما نتكلم عن النطق وعدد المقاطع في الكلمة بنركز على الاصوات اللي بنسمعها مش الحروف اللي بنكتبها. اللغة الانجليزية فيها 20 صوت متحرك وبيكونوا متقسمين ل3 انواع. اول نوع هو short vowel sounds او الاصوات المتحركة القصيرة. تاني نوع هو long vowel sounds أو الأصوات المتحركة الطويلة. وتالت نوع هو diphthongs أو diphthongs النطقين صح، ودول الأصوات المتحركة المركبة أو المزدوجة. ال short vowel sounds في الإنجليزي عددهم 7. أول واحد فيهم هو الصوت ده أو زي ما بنقول عليه ال short A، وده بنقوله كده A، وبنلاقيه في كلمات كتير من اللي بتتبع نمط CVC أو consonant vowel consonant زي cat hat sad، وكلمات تانية زي back black وfamily. وقفوا الفيديو وجربوا تنطقوا الكلمات الجاية دي: map bad and have that can apple camera. الفيديو الجاي من السلسلة دي هنتكلم عن تاني صوت من الأصوات المتحركة القصيرة وهو صوت الشورت E. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تتابعوا صفحاتنا على السوشيال ميديا عشان تستفيدوا بالمحتوى اللي احنا بننزله عليها.